بسم الله الرحمن الرحيم. عنوان هذه الحلقة: دراسات في تاريخ الدولة البيزنطية للدكتور حسنين ربيع. هذا هو الكتاب، الطبعة الخامسة 1995. الموضوعات: مقدمة. الفصل الأول: ظهور الدولة البيزنطية. الفصل الثاني: المسلمون والبيزنطيون في عصر أسرة هرقل. الفصل الثالث: عصر مناهضة عبادة الأيقونات 717 867. الفصل الرابع: بداية النهاية للدولة البيزنطية 1057 1204. الفصل الخامس: اضمحلال الدولة البيزنطية 1204 1354. الخرائط، ثم المصادر والمراجع والكشاف. هذا الكتاب يتناول دراسات متناثرة عن تاريخ بيزنطة التي استمرت 11 قرنا. قدم هذا المؤرخ الفاضل الذي أصلا عمله في النظم المالية في عصر أيوبيين، قدم هذا الكتاب. أنا لا أقول رؤية، الكتاب لا يحتوي على رؤية، وإنما دراسات كما هو العنوان. والمؤلف الفاضل يقول صراحة في مقدمة الكتاب: ولا أقول أن هذا الكتاب قد وصل إلى حد الكمال، في الكمال لله تعالى، فالكمال لله سبحانه وتعالى وحده، إنما هو محاولة لمعالجة موضوعات معينة في تاريخ الدولة البيزنطية. بالفعل هو محاولة لعلاج موضوعات معينة في الدولة البيزنطية. يعتمد اعتمادا أساسيا على بازيليف وأسترجيرسكي. هذه نقطة خطيرة. أين المصادر البيزنطية؟ تكاد تكون منعدمة إلا ما ندر. ثم أن الموضوعات التي تناولها لا تغطي 11 قرنا. انظر إلى وصل إلى 1354، هي 1453 سقوط بيزنطة. فبصراحة الكتاب لا جديد فيه مع تقديري له. طبعا هذه الطبعة الخامسة، لأن هذا الكتاب كان يقرر على طلاب التعليم المفتوح بجامعة القاهرة. لا تخلو صفحة من بازيليف أسترجيرسكي. فكأن العنوان: دراسات في تاريخ الدولة البيزنطية اعتمادا على ما قاله بازيليف وأسترجيرسكي. أين الجديد؟ مع تقديري لقامة هذا المؤرخ البارز، لا يوجد جديد في الكتاب، وإنما نموذج للترجمة ونردد ما قاله الغرب. أين رؤيتنا الخاصة بنا؟ لا توجد هذه الرؤية. طبعا هو كتاب تكست بوك للطلاب، فمن هذه الناحية أدى دوره ككتاب للطلاب. لكن كتاب للباحثين، أعتقد أن هذا الأمر لا يتوافر في هذا الكتاب. ورجع إلى قاعدة ببليوغرافية مهمة لا بأس بها، لكن لا يقدم جديدا، وإنما السرد والوصف، ويستمر في هذا الأمر. هذه نقطة خطيرة للغاية. وغاب التوثيق المصدري البيزنطي عن الكتاب بشكل خطير للغاية، وبالتالي هو يعتمد على مراجع بصورة كاملة، والاعتماد على المصادر في المصادر العربية، وهذا أمر سهل وميسور. لكن على مدى 11 قرنا أين المصادر اليونانية؟ المصادر اللاتينية لا توجد. ثم ما الرؤية التي يقدمها المؤلف؟ ما المنهج الذي يريد أن يقدمه؟ هذه نقطة مهمة. ثم أن هذه الدراسات جاءت متناثرة ومفككة، فلا تغطي النطاق الزمني للفترة البيزنطية. فالبحث الثالث يتناول فترة من 717 867. البحث الرابع 1057 مباشرة يتم القفز من القرن التاسع إلى القرن ال11. فهي دراسات في تاريخ الدولة البيزنطية اعتمادا على بازيليف وأسترجيرسكي.
أين المصادر البيزنطية؟ لا توجد. لم يستعن المؤرخ الفاضل بأي مصدر بيزنطي مع التقدير له، وإنما استعان بالمصادر العربية. هل المصادر العربية كافية لدراسة تاريخ بيزنطة؟ هذا كلام. أين المصادر الروسية؟ أين المصادر الفرنسية؟ أين المصادر اليونانية، اللاتينية، الأرمينية، السوريانية؟ أنا طبعا أعتقد أن تلميذته ليلى عبد الجواد تفوقت عليه بمراحل، فلا وجه للمقارنة. طبعا الكتاب كتاب للطلاب، فحقق هدفه من هذه الزاوية، ولم يدرس الدولة البيزنطية دراسة برؤية، لا توجد رؤية في الكتاب، وإنما اعتمادا على بازيليف وإسترلس، مع تقديري لهذا المؤرخ الفاضل الذي ساهم بدراسته للدكتوراه برسالته الماجستير عن النظم المالية في عصر الأيوبيين، وطورها في بريطانيا في مدرسة الدراسات الشرقية والأفريقية بإشراف المؤرخ البريطاني برنارد لويس لكي تكون الدكتوراه. فأنا أترحم على هذا المؤرخ الفاضل، وكتابه صدر 1995 الطبعة الخامسة، وكان محقا حقيقة عندما قال في مقدمة كتابه: ولا أقول أن هذا الكتاب قد وصل إلى حد الكمال، فالكمال لله سبحانه وتعالى وحده، إنما هو محاولة لمعالجة موضوعات معينة من تاريخ الدولة البيزنطية. إذن فالرجل وهو مؤرخ له قامته وقيمته يدرك تماما أنه يقدم محاولة في موضوعات معينة من تاريخ البيزنطي، وبالتالي جاء العنوان دراسات في تاريخ الدولة البيزنطية. فلا نطلب من الكتاب أكثر من ذلك. شكرا جزيلا.